فالحمد لله على سلامتك يا بيجا. كده برضه تخضين عليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. والله العظيم انا ما عرفت غير امبارح بالليل متاخر جدا. ولادك الاتنين خبوا عليا. رضيكي كده؟ خلاص بقى يا حنان، واحنا اللي هنعيده هنزيده؟ شايفه يا ماما؟ ساره طمنيني على ماما. لا الحمد لله السكر اتظبط، بس احنا عايزين نخليها كده تحت الملاحظه كام يوم لغايه ما نطمن عليها. لا انا عايزه اروح، انا بيتي وحشني. بيت ايه يا ماما؟ ما ينفعش طبعا، احنا عايزين نطمن عليكي لغايه ما حالتك تستقر. مش كفايه المصايب اللي عملتيها في البيت يا ست ماما؟ شدي حيلك كده يا ست الكل وارجعي نوري بيتك، ده والله كل الزبائن بيسالوا عليكي. ليكي عين تتكلمي؟ جايه وايديكي فاضيه؟ مفيش صينيه كنافه ولا صينيه بسبوسه بالمكسرات؟ وليه؟ هرم زلابيا. والله فكره. طب ايه رايك بقى يا ماما ان انت ترجعي تلاقينا موزعين كل الحلويات وهنفضل نراقبك طول اليوم؟ بقول لك ايه، انت تسيبي عليها حنان وما تقلقيش خالص. عيب يا مدام، ده انت موكله اهم محاميه احوال شخصيه في مصر. أنا متأكدة، بس طمنيني. اطمني، النهارده النيابه اصدرت قرار بالقبض على طليقك بتهمه تبديد القايمه، ولسه كمان في خلال ايام المحكمه هتصدر حكم بالنفقه بمبلغ 1,000,000 جنيه بعد ما اثبتنا دخل طليقك السنوي الحقيقي. بجد هايل، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ولسه كمان المؤخر بتاعك اللي مكتوب في قسيمه الجواز، وكمان حقك في فيلا الزوجيه بما انك حاضن. شوفي يا مدام، طليقك ده انا خليه يجيلك راكع على ركبه يطلب منك السماح. بجد أنا عاجزة عن الشكر. ميرسي قوي. اتفضلي باقي الأتعاب. شكرا جدا. ميرسي بجد يا أستاذة، ميرسي جدا. انا هتابع معاكي طبعا اول باول واطلعك على اخر الاخبار. أشكرك بجد، أشكرك من قلبي. أستأذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تاتا خطيلة. جاتك ايه يا شريف؟ يلا يا ماما عشان تدخلي تريحي في اوضتك بقى. لا يا حبيبتي انا عايزه اقعد هنا، بيتي وحشني. لا عشان خاطري اقعدي في السرير شويه عشان تبقي مش طبيعية. خلاص الدكتوره قالت. امر لله. اتفضلي يا ماما، اتفضلي يا حبيبتي. يا سلام، مفيش اريح من بيت الواحد. الحمد لله. اتفضلي. نحمد ربنا ونشكر فضله. الحمد لله نورت البيت يا ماما، والله كان مضلم من غيرك. تعيش يا حبيبي، تعيش يا عينيا. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه انت بقيتي زي الفل اهو. الحمد لله يا حبايبي يا حبايبي، ربنا يخليكوا ليا. حبيبتي يا ماما. ايه رايك بقى؟ حلاوه رجوعك، اعمل لك كوبايه عصير فراوله قد كده. ايوه وحطي فيها حطي شويه. فيها ايه؟ حطي فيها شويه ايه؟ وفراوله ليه يا فاطمه؟ ما تجيبي طبق بسبوسه وعليه حته قشطه وتزودي العسل، ولا اقول لك هاتي زلابيا. امشي من هنا. امشي. حاضر. ده ايه ده؟ بصي يا ماما، بصراحه كده انا وشريف كنا عايزين نتكلم معاكي في موضوع. خير يا حبيبتي؟ انا وساره كنا بنتكلم مع بعض يعني بعد ما حضرتك تعبت يعني، فلقينا ان السبب يعني وقفه حضرتك في المطبخ كتير وعمل الحلويات والدليفري والزباين. عايزين بقى نبطل الموضوع ده عشان كفايه كده بقى. عايزنا بطل طبخ للناس يا شريف؟ يعني بس القصد يعني ان احنا خايفين عليك يا ماما. انت يا ماما ما بقيتيش قد وقفه المطبخ، وبعدين يعني احنا كويسين وبقينا بنكسب كويس، ممكن نوفر لك اللي انت عايزاه كله. وبصراحه يعني يا بيجا الحلويات اللي بتطبخيها دي غلط على صحتك. مظبوط. المطبخ ده هو اللي مخليني عايشه، هو اللي مخليني احب الدنيا واحب كل الناس اللي حواليا. انتوا عايزين تخلصوا مني؟ لا يا ماما، لا بعد الشر عليكي ما تقوليش كده، احنا كنا خايفين عليكي. ايه يا ساره اللي انت بتقوليه ده؟ ما تقف في المطبخ زي ما هي عايزه وتعمل اللي هي عايزاه وحلويات وكله تمام. اعمل اللي انت عايزاه يا ماما. اعمل اللي انا عايزاه اللي انت عايزاه بذمتك؟ طبعا. فاطمه، طبق رز بلبن بسرعه. لا. ايوه ماشي، وبعدين يعني؟ يا سلام، ماشي تمام. طيب ايه؟ ازي حضرتك؟ كويس تمام. ايه مالك ارتبكتي كده ليه لما شفتيني؟ لا مفيش حاجه، هو كل الحكايه ان النت قطع بس. النت قطع؟ اه. بتبقى بايخه قوي حكايه النت لما يقطع دي. مش عارفه، احنا لازم نشوف حل بقى. طبعا لازم. ياسين فين؟ فوق. يا رب النت عنده ما يكونش قطع. النت قطع، النت قطع.
قطع. لا لا، انا وش صغير بس اصل انا كبير قوي. لا لا، ما تخافيش. طب ايه، مش اشوفك قريب؟ طب مش عايز انا احولك رصيد؟ طيب اي حاجه، عايز اشوفك في اقرب وقت. لا لا، قلت لك كذا مره برضه، هي بس وشي في الكاميرا كده شكل صغير. صحيح انت ساكنه فين؟ بجد؟ ده قريب مني قوي. طب ايه، اشوفك امتى؟ قفشتك. بابا، هو حضرتك ما خبطتش ليه بتدخل؟ انا اتخضيت. انا خبطت فعلا بس انت اللي ما سمعتش. مالك متلخبط كده ليه؟ ابدا يا بابا. كنت بتكلم مين؟ ده واحد صاحبي كنت بكلمه على ماسنجر بس. واحد صاحبك؟ متأكد؟ يعني ما كنتش بتتفرج على حاجة كده ولا كده؟ بتكلم حداية كده ولا كده؟ لا يا بابا، اكلم مين بس؟ طب هات التليفون وريني الموبايل. انت صدقت ولا ايه؟ انا مش ممكن ابدا ابص في موبايلك ولا موبايل اختك. دي حاجاتكم الخاصه وحياتكم الخاصه. انا بس من باب الاحتياط يعني احب اقول لك على شويه ابلكيشنز كده بتتعاملوا معاها بتودي الناس في 60 داهيه. وديك شايف ناس بيتحقق معاها وناس بتتحاكم وممكن تتسجن. انا بس خايف عليكم. فاهمني ولا لا؟ توعدني انك انت ما تتعاملش مع الحاجات دي ابدا؟ وعد يا بابا. وعد؟ وعد. مش سامعك. وعد يا بابا. تمام، هات الموبايل بقى. يا واد انا بضحك معاك. خلي بالك من نفسك، سيبك من الهلس ده. جرى يا شيري، احنا من ساعة ما قعدنا وانت مكلضم، ما تفك بقى. عندي مصاريف قد كده، مش عارف اعمل ايه. مصاريف زي ايه يا شريف؟ مرتب السواق، مرتب الشغاله، الاقساط المتلتله اللي عليا، القسط بتاع البيت كل 3 اشهر وفاضل عليه 10 ايام، والشركه العقاريه بعتت لي رساله بتفكرني بالقسط. طب والقسط ده هتدفعه ازاي؟ هو انت مسكت شغلانة جديدة؟ للاسف لا. صعب قوي انك تلاقي منصب زي اللي كنت بتشتغله ومرتب زي اللي كنت بتاخده. يا عم شريف تواضع شويه يعني، مش لازم توب مانجمنت. وانا كنت لقيته رفضت يعني يا سميح؟ انا كل ما اقدم السي في بتاعي لاي اوتيل من الاوتيلات بيتخضوا لان منصب المدير العام مشغول طول الوقت، وطبعا بيتكسفوا يعرضوا عليا حاجه اقل. معلش يا شيري، هي أزمة وهتعدي إن شاء الله، ربنا هيسهلها ما تقلقش. وبعدين انا بقيت قلقان على العيال قوي. مالهم دول كمان؟ من ساعه ما رجعت من الغردقه وقعدت في البيت بقت في تصرفات كده مش عجباني. واضح ان فتره بعدي عنهم خلتني اكتشف ان في حاجات كتير قوي ما اعرفهاش عنهم. معلش يا شريف، كل حاجه وليها ثمن. يا بابا انا خارج العب كوره. تعالى هنا تعالى هنا. خارج فين السعاده؟ خارج العب كوره مع اصحابي شويه. يا ابني الساعه 11 النادي زمانه قفل. لا، ما احنا مش بنلعب في النادي. امال بتلعبوا فين؟ بنلعب في الارض الفاضيه اللي في اخر الكومباوند. لا والله. انت فاكر نفسك في كافيتيريا؟ داخل خارج كده ولا حس ولا خبر. هي ايه سايبه؟ يا ابني انت عندك مذاكره وعندك مدرسه الصبح. هو ايه المشكله يا بابا؟ ما انا كل مره بخلص الماتش وبروح للمدرسه برضه. كل مره؟ يعني معنى كده انت بتعمل كده طول ما انا كنت مسافر؟ ايوه. جاتك القوى. في ايه يا شريف؟ في ايه؟ البيه سايب مذاكرته وراح يلعب كوره لغايه الفجر مع اصحابه.